ازيكم يا شباب، انا بيتر من قناة بروفيكس. النهاردة هنبدأ معاكم كورس اساسيات HTML. بإذن الله في نهاية الفيديو ده هنكون قادرين ان احنا نعمل اول هيكل صفحة ويب خاص بينا. اولا، ايه هي HTML هي اختصار لجملة Hypertext Markup Language. ليه تحتاج تتعلم HTML؟ عشان هي اساس كل صفحة ويب تم انشائها. اولا عشان نبدأ نشتغل في الكورس لازم ادوات المتاحة تكون معانا اللي هي فيجوال ستوديو كود او جوجل كروم. لو مش عارف ازاي تنزل فيجوال ستوديو كود هسيب لك الرابط اسفل الفيديو. عشان نبدأ نعمل اول سطر كود لينا هندخل على زيس بي سي ونعمل ليكن نعمل نيو فولدر ونسميه HTML او اي اسم يعجبك. تمام. بعد كده نخش على فيجوال ستوديو وهتبدأ تخش على الفولدر. بعد ما تخش عليه هنعمل نيو فايل عشان نبدأ نعمل أول فايل لينا HTML ليكن هنسميه test.html. نروح دايسين انتر هيطلع لك الواجهة بتاعتنا دي. أولا في الواجهة دي هنعمل Shift 1 عشان يطلع لنا أول هيكل صفحة ويب خاص بينا. سيبك من المكتوب دلوقتي، المعلومات المهمة اللي لازم تعرفها إن لغة ال HTML تعتمد على التاجز. ايه هي التاجز؟ اللي هي بتبقى علامة وسط أكبر من وأصغر من. ده اسمه تاج. حرف اليو ده اللي بين أكبر من وأصغر من ده اسمه تاج، وده تاج برضو، بس ده اوبن تاج وده كلوز تاج. تمام. واللي في النص بينهم ده بيبقى الكونتنت. HTML تعتمد على نظام التاجز. أولا الدوك تايب HTML. دوك تايب HTML وظيفته إنه بيعرف البراوزر إن ده الإصدار الخامس من HTML. كلام حلو كلام حلو. التاج الخاص ب HTML اللي بدايته open tag و close tag دي صفحة الويب الخاصة بينا، الهيكل كله. ضمن كل ده اللي هو الهيد والبادي ده ضمنه ده الاوبن تاج وده الكلوز تاج. لازم نعرف ان جوه هيكل HTML بتاعنا في حاجة اسمها هيد وفي حاجة اسمها بادي. الهيد ده كل ما يخصنا احنا كمعلومات مش هتظهر لليوزر، اما البادي فالكونتنت بتاعنا اللي هيظهر لليوزر. تمام. اول حاجه التايتل بتاعنا اللي هو عنوان الصفحه اللي هيظهر، ليكن مثلا هنخليه بيتر ستور. ده التايتل بتاع الصفحه بتاعنا، ولازم نفتكر ان ده خاص في الهيد، يعني مش هيظهر للمستخدم في الصفحه، وهنعرف بعدين هيظهر فين. ثانيا البادي ده كل حاجه هتظهر فيه. ليكن مثلا احنا عايزين نعمل عنوان للصفحه، نعمل كده، نعمل اكبر من و اتش اللي اختصار لكلمة هيدر. H1 يعني اكبر نوع من الهيدر، ونعمل كده. هو اوريدي هيعمل كلوز تاج، انت عملت اوبن تاج وهو هيعمل كلوز تاج. ممكن نكتب مثلا في النص الهيدر بتاعنا، نكتب مثلا ماي ستور. كده احنا عملنا اول هيكل صفحة لويب لينا. ازاي بقى نعرض الهيكل بتاعنا ده؟ اول حاجة هنضيف من القائمة الجانبية هندوس على extensions وهنبحث عن حاجة اسمها live server. تروح تدوس انستول عليها. طبعا انا منزلها قبل كده فانت منزلها انت. ونرجع لينا. بعد كده تدوس على الصفحة وتدوس كليك يمين واوبن ويز لايف سيرفر، الخيار اللي احنا لسه مفعلينه. هيفتح لك جوجل كروم والصفحة بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين
التايتل اللي احنا كتبناه اللي هو بيتر ستور ظهر في عنوان الصفحة اللي هي التايتل بتاعها اللي هو بيتر ستور، والH1 اللي هو الهيدر بتاعنا ظهر في أول الصفحة في البادي اللي هو الجزء ده اللي هيتعرض من الصفحة، ظهر في معانا في ايه؟ في ماي ستور. ممكن طبعا نقسم الصفحة كده بحيث ان احنا نكتب الأكواد وتظهر قدامنا. بس كده ده كان أول فيديو تعريفي للكورس. الفيديو الجاي هيكون عن تفاصيل أكتر عن الهيدر والباراجراف.